السلام عليكم. في إطار تحضيرات الحلويات رأس السنة بغيت نقترح عليكم أسهل حلوى لاكريم ممكن توجدوها أولا سويس رول ديال الشوكولات، وغنشارك معكم كلاصاج بطريقة سهلة وبسيطة بدون شوكولا بدون كريمة سائلة وبدون جيلاتين. وفي نفس الفيديو غنشارك معكم جوج ديال الطرق للتزيين، اختاروا اين هي اللي عجبتكم. فإلا كنتم مهتمين خليكم معايا باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. وبسم الله غنبداو غنوجدوا اول حاجه الجينواز اللي غنحتاجو فيها 5 ديال البيضات يكونوا متوسطين ويكونوا بدرجه حراره المطبخ. عندي 5 ديال البيضات. غنضيف ليهم 150 غرام ديال السكر ما يعادل كاس ديال العنبه، وغنزيدو خنيشه ديال الفاني. غادي نبداو نضيفو السكر تدريجيا بهذا الشكل هذا من بعد ما تخلط البيض واحد شويه. وهنايا راه درت في السكر درت فيه واحد القبصه ديال الملح لتصحيح الذوق. صافي غادي نبدا ندير السكر تدريجيا بهذا الشكل، من بعد كنزيد في السرعه ديال الخلاط وكنحسبها 10 دقائق حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض وكيتغير اللون ديالو عاد باش كنضيفو الدقيق. وغنحتاجو 120 غرام ديال الدقيق ما يعادل كاس عنبه زائد ملعقه كبيره مملوءه او لا ربع كاس كيف ما كتشوفوا. وغنعبروا بالملعقه باش تشوفوا القياس بالضبط. هنا كنحاول نعطيكم القياسات بالكاس ديال العنبه وبالملعقه اللي متواجدين في كل بيت. ودابا غادي نزيد 2 معالق كبار يكونوا عامرين ديال بودره الكاكاو تقريبا 30 غرام. وإلا ما بغيتوش الجينواز بالكاكاو صافي كتحيدوا الكاكاو وكتزيدوا 30 غرام ديال الدقيق، يعني في المجموع كنحتاجوا 150 غرام ديال الدقيق. المهم غادي نغربل الدقيق مع الكاكاو ونخليهم على جنب بما يوجد ليا البيض. وهنايا البيض راه وجد كيف ما كتشوفوا تغير اللون ديالو وضعف الحجم ديالو. ضروري يكون بهذا الشكل، راه الا ما كانش هكا راه ما غاديش تنجح لكم الجينواز. اولا تاخدوا ملعقه كتديروا فيها واحد الخط الوسط، الا بقى الخليط متحرك ما حتى شي حاجه صافي راه البيض واجد. وصافي وكديروا الدقيق كتغربلوه للمره الثانيه مباشره على الخليط. كديروا نصف الكميه حتى كتنسجم مع البيض عاد باش كتضيفوا الكميه الثانيه. وبالنسبه للطريقه باش كنخلطوا الدقيق كنخلطوه بحركه دائريه من الاسفل للاعلى وبشويه باش ما ننزلوش الهواء اللي دخلناه في البيض. مهم هنايا من بعد ما خلطت الكميه الاولى غنضيف الكميه الثانيه ونخلط بنفس الطريقه. وصافي هذا هو القوام ديال الكيك الاسفنجي كيجي على هذا الشكل. دابا غنوجدوا صينيه الفرن غنفرشوها بورق الزبده وغنديروا الخليط كيف ما شفتوا باش غادي نوزعوه من بعد على الصينيه كامله. والقياس ديال الصينيه اللي استعملت 28 سنتيم على 38. صافي هذا هو الخليط من بعد ما وزعته في الصينيه. ودابا غادي ناخذها ونبدا نضربها فوق سطح العمل 3 ولا 4 ديال المرات باش كنخرجوا الفقاعات اللي كيكونوا في الخليط. من بعد كندخلوها للفران اللي مسخن على درجه حراره 180، كنخليوها تقريبا 10 دقائق وصافي كنخرجوها لانه ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت في الفران. وهذه هي الجنواس من بعد ما خرجتها كتجي على هذا الشكل. دابا وهي مازال سخونه غادي نحاول انني نلويها وغادي نجمعها في واحد الفوطه نخليها على جنب بما نوجد الكريمه اللي غادي نستعمل وحتى الكلاصاج باش غادي نزينوا الحلوه ديالنا. صافي على هذا الشكل دابا غندوزو نوجدوا الكلاصاج. بالنسبه لهاد الكلاصاج البنات اسهل واروع كلاصاج ممكن توجدوه. 3 ديال المكونات فقط بدون جيلاتين وبدون شوكولا. كمكون اساسي غادي نحتاجو البانه اللي كتكون حامضه، الا ما عندكمش ممكن تعوضوها بالكريمه الخاصه بالطبخ. المهم هذه هي العلبه ديال الكريمه اللي استعملت اولا البانه اللي استعملت. الاخوات اللي في ايطاليا غادي يلقاوها راها موجوده، واللي ما لقاتهاش تستعمل فقط الكريمه الخاصه بالطبخ اللي ما فيهاش السكر. عندي هنايا 100 غرام وغنضيف ليها 100 غرام ديال السكر. غادي نخلط مزيان هاد السكر مع البانه حتى كيذوب ليا السكر مزيان. صافي غير كنتاكد السكر تخلط مع البانه. كنجيب الكاكاو تقريبا 50 غرام. عندي الكاكاو بالسكر، ما تستعملوش الكاكاو المر لانه كيخلي مروره في الكلاصاج وما كيجيش المذاق ديالو زوين. كنغربل نصف الكميه من بعد كنخلط حتى كتنسجم مع البانه عاد باش كنضيف الكميه الثانيه. وضروري كنغربلوه باش كنتفاداو الحبيبات ديال الكاكاو كيعطيو واحد المروره في الكلاصاج، يعني ضروري تغربلوه. صافي بهذا الشكل دابا غندوزو باش نديرو فوق البوطه.
تكون العافيه تكون شويه متوسطه. وكنبدا نخلط بالطراب اليدوي بدون توقف حتى كنحصلوا على خليط اللي بدا كيذوب بهذا الشكل هذا، وبداو كيتشكلوا فيه الفقاعات. دابا غنحيد الطراب اليدوي وغنجيب سباتول باش غادي نخلط مزيان. كيف ما شفتوني غير كنشوفوا الفقاعات بداو كيبانوا لينا، كنحسبوا 30 ثانيه من بعد كنحيدوه من فوق البوطه. صافي هذا هو الخليط من بعد ما حيدته من فوق البوطه كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نصفيه في واحد البول وغادي نخليه يبرد حتى يولي بدرجه حراره المطبخ عاد باش كنستعملوه. كيف ما كتشوفوا كلاصاج زوين بزاف البنات، ما استعملناش فيه نهائيا الشوكولا وكيجي خاطر، ومن بعد فاش كيبرد راه كيتماسك مزيان. كلاصاج واعر جربوه على حسابي. هنا غندوزو نوجدوا الكريمه اللي غادي نستعملو. عندي هنايا 200 ملل من الكريمه السائله تكون بارده، غنزيد عليها ساشي ديال الفاني، ومن بعد غادي نطرب هاد الكريمه هذه حتى كتطلع مزيان. صافي هنا من بعد ما طلعت الكريمه غادي نزيد عليها 2 معالق كبار من الكلاصاج اللي وجدناه بهذا الشكل هذا، وغادي نطرب غير بشويه حتى كينسجم الكلاصاج مع الكريمه. صافي كنتوقفوا ما نبالغوش في التخلاط في هذه المرحله هذه. صافي على هذا الشكل هذا. صافي غادي نخلط غير بيديه، ما غاديش نستعمل الطراب. صافي على هذا الشكل. هذه هي الكريمه غادي نعمروا بها السويس رول. صافي دابا من بعد ما وجدنا المكونات كامله غادي ناخذ الجينواز، غادي نسرحوها فوق سطح العمل باش غادي نسقيوها بالحليب. ضروري كنسقيو الجينواز. من بعد كناخذ الكريمه اللي وجدناها كنسرحها كلها على السويس رول او على الجينواز. كنخليو منها فقط شويه للتزيين. صافي بهذه الطريقه هذه. وعندي كذلك قطع ديال الفريز اختياريه، ماشي ضروري ديروهم الوسط. كنحاول نوزع القطع في سويس رول كامل. صافي دابا غادي نلوي على هذا الشكل، وكتحاولوا تزيروا يديكم باش يتلوى مزيان. صافي هذا هو السويس رول. غندخلو الثلاجه حتى كيتماسك تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه. صافي هنايا كنديرو في طبق التقديم، وكنجيب الكلاصاج اللي وجدناه كنديرو من الفوق بهذا الشكل. كيف ما كتشوفوا الكلاصاج كيجي واعر بزاف البنات، جربوه راه غادي يعجبكم بزاف بزاف. وكيف ما كتشوفوا القوام ديالو ثقيل وكيتماسك اكثر فاش كنديروه في الثلاجه. هذا كاقتراح اول الطريقه لتزيين السويس رول. من بعد كتجيبوا الكريمه اللي خليناها للتزيين، كنخليو غير واحد شويه تقريبا واحد 2 معالق كبار ولا 3. كنديرهم في ساكابوش باش غادي نزين بهم من الفوق. كنستعمل هذا الطابع ديال الورده، ومن بعد كنزين بالحبات ديال الفريز بهذا الشكل هذا، ونقدموه بالصحه والعافيه. كان هذا هو الاقتراح الاول. وبالنسبه للاقتراح الثاني فغادي نشاركه معكم في نفس الفيديو. وبالنسبه للاقتراح الثاني هنايا خديت الكلاصاج دهنت به الوجه ديال السويس رول كامل، غطيته مزيان بالكلاصاج. من بعد خديت شويه من الكريمه وبديت كندير بها هاد الخطوط هادو الافقيه باش كنحصلوا على جذع ديال الشجره بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذ الكلاصاج اللي وجدته، ولكن قبل ما نديروا الكلاصاج البنات كنخليوها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان وتمسك الطبقه اللي الفوق عاد باش كنديروا الكلاصاج. صافي من بعد كندخلوه تاني للثلاجه حتى كيتماسك الكلاصاج، عاد كنزينوه بالكريمه كيف ما غتشوفوا معايا في السويس رول. صافي هذا هو السويس رول زينته بالكريمه وكذلك الكلاصاج والفريز، وقطعته القطع صغيره كيف ما غتشوفوا معايا باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل. كيجي اكثر من رائع، ان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم. وبالنسبه للوصفه ديال الكلاصاج البنات غنخليها لكم في صندوق الوصف، راني سبق لي وشاركتها معكم في الحلوه ديال لاكريم اللي غتشوفوها في البطاقه دابا. غادي تتبعوا نفس الطريقه، راه نفس الكلاصاج هذا نيت شاط ليا من هذيك الحلوه وزينت به هذا السويس رول هذا. واخا شت لكم كتحتفظوا به في الثلاجه كتخليوه حتى كتبغيو كتعاودوا تذوبوا في الميكرووند اولا على حمام مريم، من بعد كتستعملوه بحال يلا قديتوه راه ما كيخسر ما والو. وهذا هو السويس رول نقدمه لكم بالصحه والعافيه. نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش اخواتي من لايك الى عجبكم الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، الى الفيديو القادم ان شاء الله، خليتكم على خير.